المدير الفني في فريق كفر الشيخ، بنقول الاخطاء الفرديه ما زالت موجوده وبتعاني منها في اخر لقاء. لا هي مش اخطار فرديه، هي شويه سرحان، شويه عدم تركيز، عدم يعني اهتمام قوي قوي. اللعيبه مش حاسه، يعني مش مصدقه ان هي لعيبه كويسه وفرقه كبيره. يعني احنا على مستوى الفرق الكبيره احنا زيهم. ده بيجي مع الوقت، لسه لعيبه عندنا لعيبه صغيره، لكن احنا في موقف دلوقتي طبعا انا مش عاجبني انا شخصيا. لو ان كنا بنلعب قبل كده، قبل ماتشين على الاقل، قبل ماتش السمنود كنا بنلعب على احنا ان شاء الله نقدر ندخل في الثلاثه الاولانيين كده بعدنا. اعتقد ان احنا نحاول الماتشات الجايه نحافظ على نبقى في وسط الجدول، او نقدر نبقى مركزين ان احنا نبعد عن اي مشاكل. انا بشكر لعيبه في الشوط الثاني، لعيبه ما انا اديت اللي عليها مع عدم توفيق في شويه حاجات، لكن هو الماتش خلص. طنطا طبعا معاهم مدرب كبير، هم بقى لهم 3 سنين بيحضروا، وان شاء الله ربنا يوفقهم في الدوره باذن الله. شايفين النهارده مشاركه صبري المسيري ورضا عبد اللطيف، شايفين بعض اللعيبه بدات تخش للتشكيله من جديد. اللي بيتمرن كويس بيدخل التشكيله. احنا معانا ال 20 لعيب او ال 25 لعيب الاساسيين موجودين، والكلام ده اتكلمناه قبل كده، انه كل اللي بيتمرن كويس بيدخل، اللي بيأدي في الماتشات بيدخل. ده يعني كل اللعيبه اللي دخلت ادت كويس، ادت ماتش زي المباراه دي، لكن في خساره، في تعادل، كسبنا فرق كبيره، لكن كل المجموع ان انت كنت عاوز تعمل حاجه. يعني انا شخصيا كنت عاوز اعمل حاجه اكبر من اللي احنا عملناه السنه دي، لكن هو نادي كفر الشيخ الناس عاوزه تعمل حاجه، وهو مجلس اداره محترم، جمهور يعني دايما ورا الفرقه. اعتقد ان في فرقه دلوقتي بتلعب كوره، في فرقه ليها شكل، لكن هو ما كانش طموحي ان انا يعني ما العبش على المراكز الاولانيه السنه دي. اكيد الكابتن ايهاب، انت حضرتك هتلعب السبت القادم مع بني عبيد، اكيد يعني في ماتش ودي الاثنين مع غزل المحله، كده هتجرب بعض المراكز تاني. لا مش هنجرب، احنا برضه احنا ماتش غزل المحله ده ماتش بيدخل في حمل التدريب غير المباريات اللي بتحضر فيها شغل معين، لان ماتش بني عبيد هياخد شكل مختلف، فرقه قريبه مننا وفرقه على ارضها، هيبقى برضه في شد عصبيه، طريقه اللعبه بتبقى مختلفه شويه عن اللي احنا بنعمله مع الفرق الكبيره، لكن ان شاء الله نحاول نعدي الماتش ونبقى مستريحين بعدها في الاسابيع اللي بعديها، نشوف هنقدر ندعم نفسنا ازاي ونقدر نكمل ازاي بعد كده يعني. كابتن رضا عبد العال المدير الفني لفريق طنطا، بنقول لك الف مبروك يا كابتن على ال3 نقاط. الحمد لله وشكر الله، وبشكر لعيبه النهارده، وطبعا بشكر فرقه كفر الشيخ ومعاهم مدير فني محترم، عاملين الشوط الثاني عاملين جيم هايل، جابوا جونين، كانوا متاخرين ب3 اجوال. الحمد لله والشكر لله، كنا محتاجين الفوز دوت طبعا عشان نكمل المسيره. اعتقد ان الحمد لله والشكر لله وصلنا للهدف اللي احنا كنا عايزينه، لان طبعا سيبك من الاداء وسيبك من اهم ال3 بونت، يعني اهم حاجه ال3 بونت، والحمد لله قدرنا ان نخلص المباراه في الشوط الاولاني. والشوط الثاني الفرقه طبعا لازم تنزل، ما بتبكيش على حاجه، جون جابوه في الاول فتح معاهم، جابوا الجون الثاني، بس الحمد لله والشكر لله النهارده لعيبه عامله ماتش كويس قوي في ظل الظروف اللي هي الملعب هايل بس ناشف شويه، فده مأثر على الاداء شويه، بس الحمد لله والشكر لله اهم حاجه ال3 بونت يعني. في الشوط الثاني جالي الاحساس ان طنطا ممكن تتعادل، رهانه في اداء بعض لعيبه طنطا. مش بص بقى، انت خسران 3-0 وعارف ان انت مش هتبكي على حاجه، لازم هيبقى لك دور هجومي، وده اللي احنا قلنا لهم بين التمرين. انت مضيع واحده بتاع الخفاجه ومضيع واحده بتاعت محمد علي اللي جت في العارضه، لو دخلت خلاص الموضوع منتهي، بس هي الكوره كده، هي الكوره لاخر لحظه، الكوره لاخر ده. انا ما تقولش ان يعني اصل الكلام ده بيضايق، يعني لان انا ما بلعبش نفسي، انا بلعب فرقه وفرقه محترمه وكلهم شباب صغير وكلهم هم عندهم حافز ان هم بيلعبوا ضد الفرقه اللي هي متصدره، فلازم يبقوا كويسين. انا ما تقول لي اصل الشوط الثاني عندنا ما فيش، الحمد لله والشكر لله احنا بنلعب بتكتيك معين، الملعب مش مساعدنا كمان، يعني برغم ان احنا جبنا 3 جوان الاولاني الملعب مش مساعدنا، اللعيبه بتاعت كفر الشيخ واقفين صح منظمين، وانت جاي اصلا مين الفرق جت كسبت كفر الشيخ على ملعبها الطفره يعني، فالحمد لله والشكر لله احنا بنشكر ربنا، وهي دي ان دلوقتي تاخد ال3 بونت، وده الهدف اللي احنا كنا جايين له. كابتن رضا عبد العال 3 نقاط النهارده، الرصيد 32 وصل ل 35، اكيد خلاص نقول طنطا من ضمن الفرق اللي ضمنت الصعود،
اكيد بقى كابتن هيبدا يفكر بقى في دوره الترقي. لا انا لغايه اخر يعني اما اعرف الحمد لله والشكر لله ان احنا وصلنا فعلا زي ما انت بتقول كده، يبقى في الحاله دي افكر بقى. لا انت بتفكر ماتش بماتش، عندنا ما نعرفش اذا كان الماتش يوم الاثنين ولا يوم الخميس، ما نعرفش لسه. عندك الماتشات اللي جايه كلها ماتشات تعتبر كؤوس بالنسبه للفرق اللي هي بتنافس على الهبوط، وبالنسبه للفرق اللي هي عايزه تخش جوه وتخش المربع الذهبي او تبقى من ضمن الثلاثه اللي هيصعدوا. يعني عندك فرقه شربين فرقه محترمه هنلعب، عندك فرقه بالقاس، عندك فرقه كفر الشيخ، عندك فرقه سمنود، عندك فرق كلها، وكلها دلوقتي البونت بالعافيه. يعني البونت سواء على ملعبك او بره ملعبك يبقى خير وبركه. اما نقول ان شاء الله بامر الله الجاب يوسع تبقى تقول في الحاله دي تفكر في المرحله اللي بعد كده. انما احنا دلوقتي بنفكر في المرحله بتاعت ان ازاي نعدي ونخش دوره الترقي ان شاء الله. كابتن رضا، عبر المواقع الرياضيه انتشرت كتير شائعات ضم بعض لاعبي القسم الثالث، وكله بيقول لك كابتن رضا اتفاوض معايا، كابتن رضا اتفاوض معايا، ايه الشائعه دي يا كابتن؟ والله انا اتمنى، يعني انا فاتح المجال للكل يعني، بس هي المشكله كلها ان احنا القيد قافل. فهو لو كلمني نتكلم على حسب السنه الجايه مش السنه دي، يعني على حسب ان السنه الموسم اللي جاي ان شاء الله. انما دلوقتي لا، ما انت عارف ان القيد قفل وخلاص ما فيش فرصه لاي حد السنه دي يعني. اكيد الاختيارات يا كابتن هترجع لصعود دوري ممتاز، هيبقى في اختيارات للاعيبه معينه لسه يعني احنا الحمد لله والشكر لله احنا بس نمشي ونكمل ونخش دوره الترقي، وبعد كده اللي يجيبه ربنا هو اللي يجي. بس هو ده اللي ان شاء الله بامر الله احنا بنسعى له، نخش بس الاول دوره الترقي وبعد كده بقى نقول بس ان شاء الله بعد كده في دوره الترقي ايه اللي هيحصل. كابتن يوسف خليفه نجم بيلا السابق ومراقب لجنه المسابقات اليوم في لقاء كفر الشيخ طنطا، بنرحب بك يا كابتن. اهلا بيكم بنرحب بيكم انتوا اللي منورين الدنيا والله بالقناه بتاعتكم والمعدين والمذيعين وكلكم، يعني منورين الدنيا ومنورين الشاشه كلها. ازمه قبل بدايه اللقاء مع الامن ان نعرف كواليسها يا كابتن. هو حضرتك الامن كان بيأدي دوره والناس كلها بتأدي دورها، فالماتشات معموله رافع انها بدون جمهور، فطبعا كان في مشكله بسيطه بس ان عايزين ندخل في اللائحه اعضاء مجلس الاداره بيدخلوا، اعضاء الناديين بيدخلوا، اعضاء المنطقه بيكونوا موجودين، لازم يبقوا لهم متواجدين. فكان الامن متعنت شويه مش عايز يدخل اعضاء مجلس الاداره، فكان بيطلب منهم الكرنيهات ان هي تبقى موجوده. فاحنا هنعمل الخطوه دي في الماتشات الجايه ان شاء الله، هنتلاشاها ومش هيبقى في مشاكل باذن الله. احنا كاعلاميين بتواجهنا نفس الازمه برضه في الملاعب دي. حضرتك برضه يبقى في موجود معاكم برضه اللي هي الكرنيهات برضه تبقى موجوده، والدخول هم بيشوفوا بيحسوا بتبقى معانا يا كابتن. بيجي بقى المشكله في الجماهير، بيجي ناس كتير عايزين يدخلوا معاكم، زي ما شفنا عربيه الاسعاف برضه عايزه تدخل الماتش، في ناس كتير برضه جايه وراها وناس دخلوا في العربيه وركبوا في العربيه، ففي ناس بره بتشوف الناس دي دخلت عايزين يدخلوا برضه زيهم، فاما نطبق الموضوع يا اما جمهور خالص يا اما ما فيش جمهور خالص. كاحد ابناء بيلا ايه رايك في فرقه بيلا؟ لا والله انا مش متابع حضرتك عن قرب قوي شويه عشان مش متواجد معاهم، بس برضو طبعا انا صعبان عليا وزعلان على المستوى وعلى الاداء والمستوى اللي النادي بيلا المفروض فيه، المفروض على الاقل يبقى في القسم الثاني ما يبقاش في القسم الثالث، يعني اقل حاجه يبقى متواجد، لا في ملعب كويس وشايف حاجات، بس نقص الامكانيات هي اللي مقصره شويه. بعد مجلس الاداره 4 ماتشات، اخر 4 ماتشات عدم حضور اي عضو من مجلس الاداره، شايفين النادي زي ما هو من 10 سنين نادي بيلا موجود، نفس الاعضاء ما بيعملوش حاجه قاعدين. انا بقول لك لا، هو في حصل طفره شويه في من المجلس الاداره، يعني برضه شفت الملعب كويس، شفت المدرجات اتعملت، شفت التصوير، المدرجات معموله غلط يا كابتن، وبرضه هو واقف في المقايسه لازم كان في مهندس وكان في مسؤولين بقى، ناس تتحاسب من مدير الشباب للناس المسؤوله، المهندسين المتخصصين، لان حضرتك اللي بيقعد هنا ما بيشوفش ضربه المرمى هنا، ما بيشوفش الكورنر من الناحيه الثانيه، فانا كنت بقترح عليهم اقتراح بدل ما نهد ونكسر المدرجات ننقل الملعب شويه نرحله شويه، الملعب لو اترحل حضرتك من هنا مترين بس بعد هناك هتضطر الملعب يبعد هنا، لا هنا او السلم ينزل تحت، او السلم ينزل تحت، فكل حاجه ولها حل، بس هي المشكله انها محتاجه بس محتاجه دعم شويه، وطبعا وانت عارف الظروف اللي البلد بتمر بيها، مفيش حد قادر يطلع دعم، مفيش حد قادر يجيب دعم، وطبعا الناس اللي موجوده كتر الف خيرهم مجهودات، برضه هم بيمشوا الفرقه على قدهم، اللي عضو مجلس اداره بيدفع النهارده جزء، الثاني بيدفع جزء، على ما بتيجي لهم فلوس من الدعم يبداوا يستردوها ثاني، فانما احنا عايزين دخل ثابت للنادي، عايزين يبقى في دخل النادي يقدر يجيب لعيبه يقدر يصرف عليها عشان نشوف نتائج، ومن هنا البلد كلها والناس كلها بتحب الكوره زي ما انت شايف، فاتمنى واتعشى من الناس كلها برضو يتلموا حوالين الفرقه وحوالين البلد وحوالين النادي، ويدعموا النادي برضو شويه، اللي يقدر يدعم النادي ويساعد، لان برضو مش كل لعيب هيبقى مثلا على الدوله وعلى الشباب، لان الدعم للدرجه الثانيه قليل قوي.
معروف حضرتك في اكاديميه بدمياط. النهارده الجمهور لما شافك في ارضيه الملعب صار قالوا فين الكابتن يوسف من بيلا؟ المفروض ان هو يكون متواجد معانا ويدعمنا في حاجات كتير في الفريق بخبرته في اللعيبه اللي بتيجي في تقييم الاداء الفرقه هذا الموسم. اكيد هتساند بيلا في الموسم القادم. والله هم معاهم حق في كل حاجه، هم طبعا بيتمنوا بيتعشموا في ان انا اقدم لهم كل حاجه، وانا برضو بقف كتير معاهم حوالين في اي مشكله في اي حاجه هم متواجدين، ببقى موجود معاهم وببقى موجود مع المجلس. اما المجلس برضو بيتعثر في حاجه بيتصلوا بيا لان كلهم اخواتنا وكلهم زمايلنا، انا بفيدهم بالنصيحه وبقف معاهم، وزي ما كانوا محتاجين تخليص لعيبه اي حاجه بساعدهم وبقف جنبهم بساندهم. شكرا يا كابتن. انا بشكركم انتوا ونتمنى كده دايما نشوفكم على خير دايما.